مرحبا، وصفتنا لليوم حلاوة التمر أو كرات التمر بطريقة كلش سهلة وكلش طيبة، ويبقى التمر طري أبد ما يبس. فتعالوا وياي نشوف الوصفة. قبل لا نبدي خلوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد. شوفوا لي جمال كرات التمر، فتشي تحفة وخيال. عندي السمسم خليته بالطاوة وحمصته على نار متوسطة الحرارة إلى أن أخذ عندي هذا اللون المحمر أو اللون البني. تمام، بهذه الأثناء راح أطحن الهيل. الهيل عندي هنا يكون يعني حب صحاح أو البعض يسموه حبهان. طحنته حتى أحصل على تكون نكهة الهيل مركزة وجديدة بعد، فتكون النكهة أقوى. طاوة ضفت بيها الزبد، وبهذه الأثناء أنا التمر مفلسته، يعني التمر منزوع النوى، راح أبدي أضيفه فوق الزبد، وبحيث أخلي التمر يتشبع بنكهة الزبدة عندي حتى يبقى عندي التمر طري وأبد ما يبس. فنضيف له تقريبا كوب من الراشي اللي هي الطحينية، وأكيد الهيل اللي طحناه، أو ممكن تضيفون حبة حلوة، هذا الشي يكون راجع لكم. يعني دائما من نضيف كمية زبد كبيرة مع راشي اللي هي الطحينية راح يبقى عندنا التمر طري وأبد ما يبس، ويصير طعمه كلش طيب. فجربوه بنات. وطبعا التمر هسه انا مخليته على نار ناصية او نار هادئة حتى ما يحترق عندنا التمر، يا دوب بس ياخذ حرارة حتى بسهولة ينعجن عندي. بعد ما كل التمر صار عندي طري بهذا الشكل، رفعته من الطباخ وضفت له كمية من السمسم تقريبا نصف كوب، وراح أرجع أعجنه إلى أن يصير عندي عجينة كلها نفس المستوى وكلها نفس الطراوة. تمام، هسه راح ألبس تشف وأبدي أعجنه أفضل بالتشف. كل ما راح تعجنون التمر أكثر وكل ما تضيفوا له راشي أكثر، كل ما راح يبقى عندنا طري وأبد ما يبس. أما ما أحكيكم على الطعم، فأكيد يعني تكفي إنه نكهات الراشي والهيل موجودة، فهاي راح ينطي طعم وقوام يخبل. بعد ما عجنت التمر وصار كله عندي نفس المستوى أو نفس الطراوة على هذا الشكل، هسه راح أتركه شوية يبرد وبعدها أبدي أزينه. طبعا التزيين بكيفكم، انتو شنو تحبون تغلفون التمر غلفوه. طبعا أنا راح أغلفه أو أزينه بالسمسم، وأيضا أغلفه بالورد المحمدي أو ورد الجوري، وأيضا عندي قسم من مبروش جوز الهند، وقسم عندي شعرية الكنافة أيضا تنطينا طعم كلش طيب ومقرمش. بالنسبة للإضافات اللي دائما نشوفها، يخلون يضيفون بسكت أو يضيفون طحين أو حليب. بنات، هاي الإضافات تنطي قوام القوة أو السمك للتمر. يعني من راح تاكلون التمر أول يوم طيب، بس ثاني يوم وثالث يوم راح يصير عندكم يابس. فأبد لا تضيفون لا طحين ولا حليب ولا هاي الشغلات البسكت نهائيا، لأن راح تنطي طعم كلش ما طيب للتمر بعد يومين أو ثلاثة. أما هذه الطريقة إنه نضيف فقط راشي أو سمسم، هذه راح نبقى محافظين على طراوة التمر كأنه ما بعده جديد وأبد ما يبس، حتى لو يبقى عندكم طول الشهر. أنا كل سنة الحمد لله أسوي هيك مجموعة يعني من التمر وأخليه. هسه طبعا هذا التمر يجوز مبين قدامكم قليل، بس هذه الكمية هاي 5 كيلوات من التمر، فكلهم أنا فلستهم قبل شهر رمضان. نزعت النوى من التمر كله وصار عندي جاهز، وبعده ثاني يوم برمضان حمست التمر وضفت له الراشي والزبد وجهزته، فراح يبقى عندنا طول فترة شهر رمضان التمر محافظ على قوامه وعلى شكله وعلى طعمه كأنه ما جديد بعده. هنا هسه بديت أحضر بالزينة أو التزيين. ضفت الورد الجوري المجفف، وأيضا هنا عندي مبروش جوز الهند. يفضل إنه نستخدم مبروش جوز الهند الخشن، راح ينطينا طعم أطيب.
وانتوا سولفولي او اكتبولي بالتعليقات شنو طريقتكم بحلاوة كرات التمر. وباقي الدول يحبون تسوون يعني كرات التمر لو بس احنا بالعراق ما اعرف، اكتبولي او يعني تاكلون نوع تمر محدد انه فقط هيك مباشرة تاكلوا، او لازم ضروري تسوون كرات التمر، فاكتبولي. ذاك اليوم شفت مقطع فيديو يقولون كل كرة تمر بيها سعرات حرارية كلش قوية، فاحنا ما شاء الله معروف علينا العراقيين لازم ناكلنا فد 5 أو 6 كرات يلا نشبع بيهم. يعني السعرات الحرارية تصير بفولو على حسب الوصول. المهم هسه حضرنا هذه الزينة الحلوة اللي نغلف بيها كرات التمر. وامشي قولولي شنو رأيكم بالركن الرمضاني لهاي السنة. شوف الركن مالتي الحلو الجميل، طبعا ركن بسيط ومرتب بس سويته على مود ينطيني جمال وروحانية للمكان، وخاصة انه سويت الركن على الكاونتر يصير مقابل ميز الطعام، فمن نقعد نشوف هاي الاجواء الحلوة مال الركن الرمضاني ينطينا جمال وطاقة حلوة على الصيام وتشجيع حلو، خاصة يشجع الأولاد على الصيام يحفزهم. طبعا نزعت الجفوف لأن قاموا يتزحلقون ويوقعون، فقلت خلي أكمل التمر بدون جفوف أفضل. تمام، وبهذا الشكل أكور التمر وأضيفه داخل الزينة، وبعدين نبدي نرتب التمر بصحون التقديم أو بالتمرية، هذا يكون بعد بكيفكم. طبعا هنا شعرية الكنافة ممكن تحمصوها يعني تسووها ذهبية وتغلفون بها كرات التمر، أو على هذا الشكل. يعني أنا عرفتها هيجي بيضة تنطيله جمال كلش حلو. طبعا هذه الشعرية الباكستانية، يعني الشعرية اللي نسوي بها مثل حلا دبي اللي تكون يابسة مو طرية اللي تكون بالثلاجة. تمام، وهنا عندي الورد الجوري أيضا غلفت بيه كرات التمر. عندي مجموعة ورد جوري كلش كبيرة، فقلت إن شاء الله أيضا أصوركم بها فيديو عصير أو شراب الورد نسوي. فأريد صديقاتي السوريات يكتبولي شلون أسوي شراب الورد، فإذا عندهم طريقة حلوة وسهلة خلي يكتبولي. وهذا الشكل النهائي لكرات التمر بعد ما كملتهم، وشوفوا لي الجمال بسم الله ما شاء الله، بالسمسم مبروش جوز الهند بالكنافة وبالورد المحمدي أو ورد الجوري، وصاروا عندي على هذا الشكل الحلو المرتب تحفة. حتى إذا تردون تاخذوها هدية وياكم من تروحون على ضيوف على الفطور وياهم تنجمعون، فتاخذوا لهم هيجي صحن مرتب من التمر ولا أروع، عبالك تمر مشتري جاهز من محلات الحلويات، كلش حلو وكلش طيب ويبيض الوجه. ودا تشوفون قدامكم بسم الله ما شاء الله صارت عندي الكمية كلش كبيرة. ألف عافية علينا وعليكم، وأكيد سهمكم مليون عافية. جربوها وادعولي، واللي يجرب الوصفة يكتب لي بالتعليقات أو يدز لي تطبيقاتكم على الانستغرام. شكرا لمتابعتكم، لا تنسون تخلون لايك للفيديو وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات. وهسه أقول لكم في حفظ الله ورعايته، مع ألف سلامة وباي باي.